النائبة السيدة سامية عبد، تفضل. شكرا سيد الرئيس. مرحبا سيد الوزيرة. سيد الوزيرة، اليوم لأول مرة باش نذكروا اسم الإشكاء، معناتها الاسم الكاشف الفساد. باش نذكره لك لهنا خاطر اليوم قاعد يتعرض لهرسلة كبيرة جراء تبليغه الوزارة قبل ما يتبلغ لهيئة مكافحة الفساد وقبل ما يجينا لنحن ويتوجه لمجلس النواب، بلغ للوزارة على شبهات فساد ثابتة بالوثائق نتاعها، إلا أنه للأسف اليوم اللي قاعد يتعاقب هو اللي بلغ على الفساد. السيدة ذي نعيمة باشا موظفة في قباضة باب سويقة، تحية كبار وإجلال لها. لولا هي مثلا لكنا لفتنا انتباهنا للخروقات الجسيمة والخطيرة اللي قاعدة تصير في وزارة المالية وبالأساس في الإدارة العامة للاستخلاص. سيدة الوزيرة، هذوما مثلا إشكاليات اللي تقدمت بهم إلى السيد وزير المالية، ومن بعد إلى السيد كاتب العام بوزارة المالية، ومن بعد إلى السيد مدير العام للمحاسبة العمومية. معناتها الموظفة هذه تعديت كل عيب، معناتها بلغت الناس الكل، ولأنه المسألة خطيرة جدا، ولأنه المسألة بالحق معناتها الخطورة نتاعها ما هيش في التصرف بيده، وإنما حتى في انعكاسات وخلفيات والآثار نتاعو والوضع اللي احنا فيه اليوم. عندنا يعني عقارات ومنقولات معقولة لفائدة الخزينة العامة للدولة يقع رفع اليد عليها بدون موجب قانوني وفي مخالفة صريحة للقانون، ليتم فيما بعد تفويتها من أصحاب الناس اللي تمتعت برفع اليد. نحب نبدأ ساعة نقول يا سيدة الوزيرة باش نتبنى باش نكونوا النقاش نتاعنا من غير حتى تشنج. راهو عندنا وثائق على كل شيء، أو من توا باش نقول لك عندي شهادة في رفع اليد، ترسيم إشارة إلى على الامتياز العام للخزينة بس جبت برسم العقاري، عندي هذايا اللي باش نقولوا كله عندي عليه كله الأدلة، وعندنا بارك الله الأدلة باش ما نرجعوش المشكلة بتاع مرة الأخرى ويولي نقاش آخر بالدليل القاطع معناتها اللي لا يدع شك حتى أدنى شك الكلام اللي قاعدة نقول فيه. معناتها احنا انك توجهتك باش على اساس انك تجيب لنا قائمه وتشوف لنا شو عملتوا. اللي قاعد يصير بالحق خطير، لانه مثلا نجيبوا على سبيل المثال مثلا امين مال جهوي تونس، ما كنتش نذكر اسمه باحترام، قال لكم ما عادش نذكر اسامي. باهي يعني هو من صلاحيته باعتبار انه هو محاسب عمومي، من صلاحيته هو يقوم برفع اليد. اما رفع اليد له عنده شروط. رفع اليد ما يتم الا ما يكون خلص اصل الدين. يتفاهموا في فوائد التاخير يمكن، يقسطوهم له يمكن، اما اصل الدين لا نزاع فيه. اصل الدين لازم يكون دوله. خلينا نحكيو شنو هو الدين هذا. راهو هذوما الناس عندهم تهرب جبائي. احنا نعاني في مشكله تاع تهرب جبائي، تهرب جبائي كبير، والدوله مأمنينها الاداره العامه للاستخلاص باش تقوم لنا باستخلاص معناتها كل الاستخلاص نتاع الناس اللي قاعده قامه بالتهربات الجبائيه نتاعها. يعني احنا جينا في قانون الماليه، وانت علمك يا سيده الوزيره، ثقلنا على المواطن اداءات. قلنا له الخزينه نتاعنا محتاجه الموارد الجديده، وثقلنا على الناس على المواطنين اداءات. احنا كي نثقلوا اداءات على اساس مش نستخلصوا خزينه الدوله، مش نثقلوا اداءات باش يجيوا المسؤولين اللي هما مأمنين على خزينه الدوله، مأمنين على المال العام ومأمنين على اداء الضريبه، يمشوا يستخلصوها بطريقه غير قانونيه. يا اما يحطوا في جيبهم جزء الفلوس ويخسروا خزينه الدوله في اهدار المال العام، في ضرر حاصل ثابت على مواردنا. هذا كله معناتها بتلاعب بملفات هامه للمدينين وجاني مصلحه ماليه خاصه. هذيا مثلا نجيبوا على اتيتر ديكزامبل، ها سيدي قام هذيا عدديه انا بصراحه ريتها جريمه ويلزمها تم منح شهاده رفع يد وطلعتيك بهذاك الشيء الواحد. الشخص مطلوب لديه خزينه الدوله بمبلغ قيمته 77 مليون، مش برشا، 77,000 دينار، هو مش برشا المبلغ، اما الطريقه خطيره. ادفع له 6000 هذايا اللي عنده اللي يتمتع بالشهاده بتاع رفع اليد، على اساس انه ادفع له 6 ملايين، 3 ملايين و3 ملايين، وتحطت في وثيقه رفع اليد
6 ملايين. وتم رفع يد، يعني احنا عملنا رفع يد بطريقه لا قانونيه، مش مشكل. والاكثر من هذا حتى 6 ملايين هذوكم ما دخلوش خزينه الدوله، تحطوا في جيبه. وهذا موثق. ثاني، تم رفع يد على عقده توقيفيه على حساب بنكي، مش لازم نقول شخص معروف. المبلغ الشخص هذا مطالب ب2 مليارات، دفع ملاليم. كيف قاعدين يصير تلاعب بملفات، أنا هي ملفات نتاع الديون اللي بتسقط بمرور الزمن. وهنا يا سيد الوزير بربي خلينا نخرجوا بحاجه نتقدموا مع بعضنا. هذا كل صار مش انت وزير، مش سيادتك انت في المنصب، صار وانت سيادتك مش في المنصب، لكن انت على علمك. والمشكل انه الاشخاص هذوما يعني حتى طريقه التعامل معها كانت فيها حمايه اكثر منها عقاب. معناتها المفروض هذا يتحرى مش تجيب وملفات جزائيه تمشي وقضاء يخدم. هذا يتبعد من موقع لموقع كهو، بعدناه حميناه بعدناه حتى تهدى الامور وتهفت الدنيا وتتعدى كما نقولوا 3 جمعه كيكا شوشره، والقضاء تو شوف باش نلفوا له الملفات نتاعو وبعد نعاودوا نرجعوه. راهو هذا اللي قاعد يضر بالبلاد. والله احنا ما عندنا حتى شيء نعانيوا فيه، عندنا لاباس علينا دوله فيها فصول 4 مستحيل تكون دوله فقيره. دولة فيها الموارد ما شاء الله من الفلاحة ومن الثروات الطبيعية ومن الموارد البشرية، ما هيش فقيرة، أما منهوبة. والنهب اللي فيها يبدأ من الدولة بيدو ومن أعضاء من المفروض موظفين، مع كامل احتراماتي للموظفين في وزارة المالية اللي نشدوا بالكفاءة نتاعهم ونعملين عليهم في وزارة الكل. ثم بعض هذوما اللي يلزمهم نحن نبعدوهم، راهو يلزمنا نحيدوهم نبعدوهم تماما، لانه راهو هذوك باش يعاودوا يضرونا مصالح الدوله ونعاودوا نهبطوا في نفق مظلم، واللي يهزنا احنا وياه. هو يخمم في اولاده ونحن نخمموا في اولادنا، كل حد منا يخمم منطلق اولاده، هو يخمم في اولاده ويحب لهم طرف فلوس مع ميزانيه الدوله، احنا نخمموا في اولادنا. لو كي نعملوا كي نحبوا لهم دوله عادله، نحبوا لهم حقوق نتاع المواطنه، نحبوا لهم كرامه. دونك يا سيدة الوزيره مسؤوليتك كبيره في انك لا فقط تبعد الناس هذوما وانما تحاسبهم، لانه شخص هذا امين مال من حقه باش يعمل، على الاقل القانون يسمح له. اما مدير عام للمحاسبه العموميه تحت اي كان ليس له الحق باش يعمل اذن برفع يد. اللي يأذن برفع اليد هو اللي يعمل العقله، هو اللي يعمل رفع اليد. المحاسب العمومي هو فقط الوحيد المخول له قانونا الاذن برفع اليد. اليوم نلقاه لا فقط انه يأذن برفع يد، واكثر من انه يأذن برفع اليد. شوف يا سيدي، مثلا نجيب لك هذوما كل قلت لك راهم بالوثائق، او عندي مؤيدات معناتها باش نرجعوش تقولوا لي ماهوش صحيح. عندنا مثلا رفع يد على ترسيم امتياز 6 مليارات و743 فاصل 6 مليارات و4 معناتها قريب 7 مليارات. هذه إلى حدود 2015 لم يقع تغطية سوى 785 مليون. معناتها من 6 مليارات نعملوا رفع يد امتياز عام للخزينة، نعمل عليه رفع يد نأذن ويقع التشطيب عليه، والسيد مدفع كان 785 من جملة قريب 7 مليارات. أكثر من هذا داخل 12 مليار و57 ما نعرفش بالعمل، ما نعرف نحسب الفلوس. هذه يدفع مليار و900 برك من 12 مليار. وقت اللي راهو نعاود نرجع راهو يلزم يدفع اصل الدين، فدكوش باصل الدين، هذاك الدين نتاع المال العام يلزم يدفعوا كامل، ومن بعد كان ثم باش نفاوضوا معاه ولا باش نناقشوا ولا باش نعاملوه ولا باش نجاملوه، عندك الفوائد نجم انت ينجموا هما يعني يتسامحوا فيها. شهادة رفع يد أخرى بمبلغ 5 مليارات و40، معناتها اللي نحكيو فيها آلاف المليارات راهو عندنا قريب 8000 مليار اللي قاعد تلاعب بها. عندنا الديون اللي قريب تسقط. هذه اللي قلت لك نعمل تحقيق، نطلب منك سيد الوزيرة إن شاء الله باليوم يبدأ فيها التحقيق. شو التحقيق؟ لأنه لما نلقاو احنا ديون حل أجل خلاصها ومش حل أجل خلاصها وحل أجل إسقاطها بمرور الزمن، ونحن معناتها نعملوا ريحنا عينين مغمضه ما ليناهمش، وهما ما همش عملوا مجهود باش شافوا اسكو هالديون هذيا وهالشخص هذايا
المسيء لخزينة الدولة الذي قادر باش يدفع ولا باش نعمل العقلة اللازمة؟ لا، حتى مجهود. وهذا التحقيق نحب حتى باش تقولوا لي من بعدك اش نعرف. نحن كيما صرنا في اللجنة المالية عملنا مجهودات وعملوا مجهود ساعة، تصدقهم سيادة الوزير؟ تصدق حتى حد؟ بتصدق حتى حد؟ اعملوا بحث، اعملوا تحقيق، تتلقاوا اغلب الناس اللي ديونها كادت ان تشطب لولا تدخل بعض الاعوان اللي خايفين على البلاد وعملوا اجراءاتهم في اسرع وقت، كلهم ناس لبسنا عليهم. معناتها كادت ان تسقط، وفما اللي سقطت، فما اللي مرت السقوط، فما اللي سقطوا، فما اللي سقطوا. وقت اللي احنا ما يسقط دين، مش سهل لو يسقط دين بمرور الزمن مليارات، ما يسقط الدين الا ما الاداره نتاع الاداره العامه للاستخلاص تثبت وتعمل مجهود وتبحث وتشوف، الا اذا كان لقاو شركه يا اما فلست يا اما ورثه وتنقلت. معناتها اشكاليات معقده، مش نلقاو 800 دين في السنه اي للسقوط، 800 دين، ونلقاو 700 دين في 2015 اي للسقوط. الديون هذيا قريبه السقوط. معناتها ثم مجهودات يلزمها تتم، يلزمها تتعمل في معناتها البحث وراء من يقف وراء التلاعب بالمال العام. احنا باش نوصلوا نجيبوا الفرنك يعني بينا ربي وسيادتك بطبيعتك قاعده تخرج وتتدين وتتسلف وتشوف. احنا عندنا مواردنا يا سيدة الوزيرة، عندنا مليارات قاعده تنهب. ما زلت ما حكيناش على الاداءات نتاع الديون الجمركيه ولا نتاع الاداءات نتاع الديوانه. هذا نهار اخر نتحدثوا فيهم وما نتكلموا كي يبدا عندنا بقدر ربي الوثائق اللازمه. اما نحكي لك اليوم اللي احنا قدام كارثه اذا باش نصرفوا معاها ببرود، واذا باش نلوجوا روحنا اعذار، واذا اذا اذا اذا, إذا اللي وراك سيدة الوزيره يحاول يقول كيفاش تجاوب، كيفاش فقط تجاوب، مش مشكلتي كيفاش باش تجاوبني سيدة الوزير، مشكلتي لا انا باش نحاسبوكم ولا باش نعملوا. احنا دوله ذي مسؤولين عليها الكل، ولو نهار الله قدر كيف الله قدر تنهار راهو تهز الاخضر واليابس، ولا عاد فما لا حكومه ولا معارضه، ونحن على الشفاء مش احنا في وسط الحفره. قالوا عنق الزجاجه، احنا في وسط الزجاجه، ما عادش خرجنا من العنق ودخلنا في وسطها. وانت تعرف مليح الازمه الماليه الخانقه اللي تمر بها خزينه الدوله. اذا احنا في ازمه ماليه خانقه والمورد الاساسي اللي هو الجبايه، واحنا حطينا ناس المفروض انهم امناء على المال العام وعلى دفع الضرائب، وهما يتلاعبون بالمال العام والضرائب، رانا الله اللي قدر مش في الحفره، اما رانا الخراب بعيد الشر هذايا باش يكون مصير البلد هذيا لو ما يلقاش ناس تقف وتتصدى. علما انه المدير العام اللي نحكي عليه نتاع المدير العام للاستخلاص ثروته لا تحصى، علما انه حتى هو كي صرح عن نفسه في الدخل تاعو حتى اللي هو عنده ابناء في الجامعه وهما ابناء ما همش في الجامعه. معناتها باش تعرف معناتها مأمنينه، هذه مش مشكله، هذه باش تعرف يعني راهو بالحق راهو مشكلتنا نعاودها، راهو مش شكون يحكم، راهو كيفاش تحكم. نجم تقعد سيد الوزيره غادي ل 2019 ونجم يجي من بعد يلقاكم كفاءه ويعاود يحطكم، تنجموا تقعدوا تلقاو منا كان الدعم والاحترام. راهو مشكلتنا مش مع شكون يحكم، راهو كيفاش تحكم، كيفاش تتصرف في الملفات هذيا، هوش معناتها كيفاش تحكم، كيفاش تعملوا الحوكمه، كيفاش تكبسوا صندوره. بعديش نرجعوا نتقشفوا ونقولوا المواطن يتقشف. ايش يتقشف المواطن؟ شو باش يتقشف المواطن؟ المواطن تسخلوا في معناتها في اداءات كبيره وثقدهم بعد اداءات يقع التلاعب بها. راهو هذايا ما نسوش عليه. وشكرا سيد. فقط انا طلبت من سيادتك سالتك، بعثت لك المراسله نتاعي نتاع السؤال، طلبت منك باش تمدنا بالمقال الساعه هذاك نتاع الاشخاص هذوما اللي بلغتكم فيهم اشكاليات، هويه المدينه ومبلغ الدين سالتك عليه، علاش ما حبيتش قلت تجبد لي انت. القيمه التقديريه للمنقول والعقار المفوض فيه، قرارات رفع اليد وتاريخه والتي وجب الحصول على نسخه منها لدى الغير باعتبار عدم وجودها بالملف. يعني ما نلقاوش ملف، نحن نلقاو كان عند قيمه الخساره التي تكبدتها الخزينه العامه جراء هذه الخروقات. وشكرا سيد الوزير.